بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهارده باذن الله هنتكلم على الدرايف ووركس اكسبريس. اتكلمنا قبل كده وشرحنا الكورس الكامل لدرايف ووركس اكسبريس ودرايف ووركس سولو. ولو دي اول مره انت تتابعني، انا باشمهندس باسم هشام، اليت ابلكيشن انجينير، وان شاء الله هخليك اكسبرت في الديزاين اوتوميشن باستخدام تولز زي الدرايف ووركس باذن الله. فاعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد. انا نزلت الكورس بالكامل على اليوتيوب، تقدر تتفرج عليه. درايف ووركس اكسبريس ان شاء الله هتستفيد منه جامد. تكمله للموضوع ده، انا حبيت ان انا اعرض عليك الدرايف ووركس اكسبريس سامبل بروجكت. زي ما حضرتك شايف هنا، انا فتحت الويب سايت ودخلت على الدرايف ووركس اكسبريس سامبل بروجكت. فقدامي دلوقتي برودكتس كتير وبروجكتس كتير اتعملت بدرايف ووركس اكسبريس. الهدف ان انا همشي معاك واحده واحده كده في كل البروجكتس دي، عشان حضرتك تشوف ايه الاوبشنز اللي تقدر تضيفها في برودكت زي كل برودكت اللي احنا هنتكلم عنه. ولو الاندستري بتاعتك شبيهه لحاجه موجوده هنا، تبدا تيجي لك افكار وتلمس معاك الافكار اللي انت تقدر تستخدمها بعد كده في الاندستري بتاعتك باستخدام الدرايف ووركس اكسبريس. هنتكلم اول حاجه عن الكونفاير. تعالوا احمل البروجكت ونفتح السوليد ووركس مع بعض. طيب، انا اتكلمت قبل كده ازاي تعمل انستول للاكسبريس، وازاي تجيب الاكتيفيشن كود، وازاي تحمل، وازاي تعمل كل اللي انت محتاجه كله. شرحت الكورس بالكامل. تقدر تتفرج على الفيديو ده. انا هنا هعمل ران للبروجكت. طبعا احنا هنا بنتكلم على اندستري خاصه بالكونفاير، ودي من الليميتيشن اللي موجوده في درايف ووركس اكسبريس. ان احنا دلوقتي اللي بيعمل كونفايرز ده في معظم الاوقات بيكون عايز الكونفاير ده لا اما لينير لا اما كيرفد. فلو احنا كنا بنستخدم مديول اعلى شويه من درايف ووركس اكسبريس، كنا نقدر نعمل حاجه اسمها دايناميك ريبليسمنت. تقدر تدي اوبشن لليوزر ان هو يختار في الاول اذا كان عايز الكونفاير ده لينير ولا كيرفد، وبناء عليه تعرض له اوبشنز مختلفه. بس بما انك في الدرايف ووركس اكسبريس فانت عندك ليميتيشن، وبالتالي احنا عملنا الكونفاير اسمبلي كلينير ده بروجكت لوحده، والكيرفد ده بروجكت لوحده. ده من ضمن الليميتيشن اللي موجوده في درايف ووركس اكسبريس، ودي باي ذا واي بيجي لك فور فري مع السوليد ووركس لايسنس بتاعتك. والكلام ده احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل. تعال نشوف ايه الحاجات اللي نقدر نستخدمها في البروجكت بتاعنا. تعال نختار مثلا كونفاير اسمبلي ونعمل ران. هتشوف دلوقتي الاوبشنز اللي موجوده. انا عايزك دلوقتي تتخيل البرودكت بتاعك او الاندستري بتاعتك ان انت بتحط فيها نفس الاوبشنز دي، والحاجات دي اللي هي المين دايمنشنز اللي بتغير في الماستر موديل. ولو جيت وقفت على الكونفاير لينس زي ما حضرتك شايف، انت عندك رينج هنا من 600 ل 3000، والرينج ده انت اللي بتتحكم فيه عشان اليوزر يبقى عارف ايه الرينج اللي هو هيستخدمه. طبعا انا هنا ممكن استخدم مثلا 2500، وممكن الكونفاير ويتس مثلا اخليها 1100 مثلا. طبعا هنا هيديني ايرور لان هو اقصى حاجه 1000، فانا ممكن اخليها 800. الكونفاير هايت هسيبها زي ما هي. الديوتي ممكن اخليها ميديوم، والاليفيتد سايد ريلز ممكن نعمل تشيك بوكس اذا كنت عايز او لا. الاوبشنز دي يا جماعه، انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تبقى عارف ده الاندستري بتاعتي لو هي شبيهه للموضوع بتاع الكونفايرز ده، انا ممكن احط نفس الاوبشنز عشان اوصل لنفس الريزلت. ده الهدف من الفيديو. فانا هنا هعمل كرييت على الوضع ده ونتفرج مع بعض. طبعا الحاجات دي كانت هتاخد منك وقت، ان انت تفتح كل بارت وتفتح الدروينج وتفتح الاسمبلي وتعمل ابديت للكلام ده كله. الكلام ده كان هياخد منك وقت. احنا هنشوف دلوقتي تجربة عملية واقعية. انا مش هسرع الفيديو ولا اي حاجة عشان تبقى شايف الموضوع ممكن ياخد مني وقت قد ايه، ان انا اعمل البيل اوف ماتيريال واعمل كل التفاصيل اللي موجودة في الكونفايرز اللينير اللي حضرتك شايفه ده. اظن ان هو خلص ابديت للدروينجز. خلص. انا ما اظنش ان احنا كملنا دقيقه. ده كده الفول اسمبلي زي ما حضرتك شايف، وده اللينير اسمبلي. وتقدر على فكره تخش على الدروينجز برضو ان انت عايز تشوف الدروينجز. زي ما حضرتك شايف هنا ظهرت معاك كل الفايلز. انا عملت طبعا جنريت اكتر من مره، فظاهر عندي التفاصيل كلها. الحاجه اللي عايز اوصلها لحضرتك ان انت الفايل نيم نفسه ده سمارت فايل نيمينج، وبالتالي او الكونفنشن نيمينج يعني ده متكون من التفاصيل او البروبرتيز اللي انت عملت منها الرن. وبالتالي لما تيجي بعد كده تختار نفس الارقام دي وتعمل جنريت، درايف ووركس كمان مش هيعطلك ال 30 ثانيه عشان يعمل جنريت تاني. لا، هو اوريدي هيلاقي ان الحاجات دي عمل لها جنريت قبل كده، فيروح فاتح لك الفايل على طول. تعالوا نفتح بس الدروينجز كده عشان الوقت ما يسرقناش.
طبعا دي التفاصيل، وتقدر تحط في الدروينجز دايمنشنز تانية معتمده على الدايمنشنز الاساسيه اللي انت استخدمتها، طبعا البيل اوف ماتيريال والميديوم ديوتي كونفاير، كل التفاصيل اللي انت حطيتها كبروبرتيز في البروجكت ظهرت معاك. تعالوا نجرب بقى بعد كده الموضوع بتاع الكيرفد. نختار كيرفد ونعمل رن، وبرضو عندنا نفس الاوبشنز. الكونفاير هايتس ممكن مثلا 1000 ونص، عندنا الليميتيشن 1200 فاحنا ممكن نخليها 1100. كونفاير ويتس ممكن 800 مثلا. كونفاير ريديوس لحد ال 1000 فاحنا ممكن نخلي ده 700. والكونفاير انجل طبعا هنا بيقول لك كل التفاصيل الرينج والستيب، فاحنا هنا ممكن نزود نخليها 45 ونخليها ميديوم اليفيتد سايد ريلز. اللي انا عايز اوصله لحضرتك تاني ان انت بتفكر كده، لو البرودكت بتاعك او الاندستري بتاعك عملت فيه نفس الاوبشنز ممكن ياخد نفس النتيجه اللي احنا بنوصل لها في دقيقه او اقل من دقيقه. هنعمل كرييت. لو دي اول مره تتابعني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ان شاء الله هنتكلم على كل البروجكتس وهنقول التبس والتريكس في كل حاجه. تعالوا نبص مع بعض كده وهو بيعمل جنريت. هو كده خلص معانا بالظبط، هو كده خلص معانا زي ما حضرتك شايف. الكيرفد كونفاير خلصه ما كملش برضو دقيقة. وده اللي انا كنت عايز اوصله لحضرتك في اللينير والكيرفد كونفايرز. ولو انت الاندستري بتاعتك شبيهة لحاجة زي كده فانت تقدر توصل لنفس النتيجة باستخدام الدرايف وركس اكسبريس. وراجع بعد كده الفيديوهات اللي احنا شرحنا فيها الكورس كامل، وشرحنا ايه الاختلافات اللي ما بين كل مديول من الدرايف وركس. تاني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ان شاء الله هنتكلم على كل البروجكتس وهنقول تيبس وتريكس مهمة جدا ليك كميكانيكال ديزاين او كميكانيكال انجينير عموما. اشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم.